السلام عليكم حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا كده بصحة وبألف خير دايما. هنعمل النهاردة فطير مشلتت بحشوة الجبنة وبطريقة كده مختلفة وجديدة. هعمله معاكم من غير دقيق ومن غير بقى ما تعجني ولا تريحي عجينة ولا تفردي ولا أي حاجة من الحاجات دي، يعني اللي بيستصعبها ناس كتير وما بتخليهمش يعملوا فطير أبدا. النهاردة بقى هخليكي تعمليه وانت مغمضة وعمر ما يفشل أو يبوظ منك. وطعم الفطير مع الحشوة اللي هنعملها بيكون تحفة، يعني طعمه في منتهى الروعة. هي بس تكات بسيطة تعرفيها جوه الفيديو هتخليكي أستاذة في عمايله وتعمليه وانت مغمضة. يلا بينا نشوف الطريقة. حط لايك للفيديو ونسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. هنحضر الحشوة في الأول علشان تكون جاهزة معانا. معايا علبة جبنة اللي هي عبورلاند أو دومتي أو أي نوع جبنة تكوني بتحبي طعمها. فأنا استخدمت علبة كده بمقدار نص كيلو، وحطيت كمان حتة جبنة اسطنبول قديمة، فالاتنين مع بعض كده هيدوكي ميكس حلو قوي. وهتضيفي بقى بيضة كبيرة أو اتنين بحجم وسط. وقطعت شوية من الفلفل الألوان، يعني شوية أخضر وأصفر وأحمر، وقطعيهم كده صغير قوي، يعني على قد ما تقدري. وحطيت كمان 3 أو 4 معالق كبار من القشطة. وبالشوكة كده أو بالمعلقة واخلطيهم كده وقلبيهم مع بعض كويس. ودي الحشوة اللي هنحشي بيها الفطير. بصراحة حشوة خطيرة وطعمها مميز جدا جدا. وما تستغربوش من إضافة البيض مع الجبنة، فده بيدي طعم حلو، وكمان بيخلي الحشوة كده متماسكة جوه الفطير. انتوا بقى عاوزين تغيروا في الحشوة فده براحتكم. وعلشان نعمل خلطة التوريق هنحتاج لكوباية الا ربع من الزبدة 150 جرام. حطيت عليها 3 أو 4 معالق كبار من الزيت، بس ما تكتريش الزيت عن كده علشان ما ينشفش معاك الفطير. هما يدوب 3 أو 4 معالق مش أكتر. وحطيت كمان علبة زبادي كبيرة أو ممكن تحط 2 صغيرين. وحطيت كمان معلقة مليانة من البيكنج باودر. والزبدة احنا عاوزينها تكون طرية معانا، يعني بدرجة حرارة الغرفة، علشان بس يكون سهل خلطها وتمتزج كويس مع باقي المكونات. حابين بقى تزودوا قشطة بتكون حلوة قوي، او عاوزين تحطوا سمنة مع زبدة او تستبدلوا الزبدة بالسمنة برضو عادي. وممكن تخفوا قوام الخليط ده بربع كوباية حليب، هيخليها كده سلسة معاكوا اكتر وانتوا بتفردوها على رقات الفطير. معايا لفة من الجلاش، واساسي معانا انها تكون طازة علشان ما يبقاش مفرول. احنا عاوزينه يكون طري ومش متقطع. وما تنسيش تغطيه بكيس بلاستيك او فوطة علشان ما ينشفش منك وانت شغالة. اخدت بقى منه اول ورقة ورجعت غطيته تاني وفردتها قدامي بالشكل ده. هاتي بقى الفرشة بتاعتك ودهنيها بخليط التوريق اللي كنا عاملينه، يعني دهن الورقة كلها علشان تكون الطبقات طرية مش ناشفة. فما تسيبيش ولا حتة مش مدهونة، لان اي حتة مش هيوصل لها الزبدة او الخليط ده فهتكون ناشفة جدا. وحطيت بقى تاني ورقة عليها وبرضو هندهنها كويس قوي. وكل ما كنتوا عاوزين الفطير يطلع معاكوا طري اكتر، يبقى حطوا طبقة حلوة من الخليط ده. وابقوا زودوا كمان في كمية الزبادي لان هو اللي بيطر الفطير جدا. ولو بقى بتحبوه مقرمش يبقى اكتفوا بعلبة زبادي واحدة وخلاص. فاحنا طبعا بنعمل الحاجة على حسب ذوقنا وعلى حسب ما بنحب. وبعد كده حطيت تالت ورقة وبرضو هندهنها كويس قوي. فانا هعمل كل فطيرة ب3 رقات او ب3 ورقات من الجلاش. وبعد ما خلصت بقى ال3 ورقات او ال3 رقات من الجلاش، هتجيبي بقى السكينة او القطاعة وهنقسم الورقة على 3. فبنقطع من الجنب ده وبنقطع قصاده كمان من الناحية التانية، بس مش بنوصل للقطع كده من جوه، فيدوب بنقطع من الاطراف بس. فيعني الطريقة واضحة من غير ما اشرحها ولا حاجة. وهتجيبي بقى كمية حلوة من الحشوة، يعني حط كده معلقتين 3 كبار. هي بيبقى طعمها حلو قوي. حطيت الجبنة في النص وسويتها كده على شكل مربع، وقفلت الطرف على الحشوة بالشكل ده. وبعدين بقى بناخد الناحية دي وبنغطي بيها الحشوة، وبعدين بنجيب الطرف التاني عليها وبنحطه كده. وبعدين بناخدها وبنطبقها ونحطها في النص. وبنفضل نعمل كده لحد ما نخلص الفطيرة كلها. لو لقيتي بقى في الاخر ان الطرف هيكون اكبر من الفطيرة، بتتني حتة صغيرة وتقفلي عليها كويس، علشان بس تكون الفطيرة متساوية وجميلة. شفتوا بقى سهولة اكتر من كده؟ دي اول فطيرة عملتها وشكلها كان جميل قوي. بناخدها وبنحطها في الصاج اللي هنسوي فيه. بنكون بقى دهنينه بالسمنة او بالزبدة كويس قوي، علشان بس يخلي لون الفطير معانا من تحت دهب وجميل. عملت باقي الفطير بنفس الطريقة. والثلاث ورقات اللي عملت بيهم كل فطيرة كان حجمها وطبقاتها مظبوطين جدا. فممكن تعمليها ورقتين بس هيكون ورقها كده قليل وهتكون ناشفة شوية. وبرضو لو عملتيها 4 ورقات او اكتر هيكون حجمهم كده كتير وهتكون الفطيرة معاك تخينة او سميكة عن اللزوم. فعدد 3 ورقات مناسبين جدا، فلا تقللي عنهم ولا تزودي عنهم. وانتوا برضو لو عاوزين تغيروا في الحشوة فده براحتكم، يعني ممكن تستخدموا اي انواع جبنة، وممكن برضو تحشوه مثلا لحمة مفرومة متعصجة، وممكن شاورما فراخ. او برضو تحشوه بحشوات مسكرة مش شرط حادقة، زي مثلا الكريمة او المهلبية او الكاسترد.
يعني بصوا تنوعوا زي ما انتوا عاوزين. لو تفتكروا انا كنت عملت معاكم طريقة فطير بس بالعجين، كانت نفس الفكرة دي وطريقة التوريق دي بالظبط، وكان فطير ناجح ومورق جدا. بس زي ما قلت لكم انه كان بالعجين مش بورق الجلاش. فالطريقة دي سواء عملتيها بالعجين او بالجلاش فهي سهلة وناجحة جدا، وبتطلع الفطير معاكي ما شاء الله مورق كده بطريقة مش معقولة. وتقدروا تعملوا لفة جلاش واحدة او اتنين يعني زي ما انتوا حابين، او على حسب العدد اللي انتوا عاوزينه. رصيتهم بقى في الصاج بالشكل ده. ونسيت اقول لكم ان طول ما انا كنت شغاله كنت مغطيه الفطير اللي عملناه بكيس بلاستيك علشان بس وشه ما ينشفش مننا. وفي الاخر بندهن وش الفطير من نفس خليط التوريق اللي معانا، فبيدي لون حلو قوي للفطير وكمان بيطلع طري وجميل. وبالنسبه بقى للتسويه فيها تفاصيل مهمه جدا، يعني عاوزاكي تركزي فيها شويه علشان بس الفطير يطلع معاكي طري وما ينشفش منك. اول حاجه سخني الفرن كويس، وبعدين بقى دخلي الفطير وحطيه على كان رف من تحت. بنخلي الفرن على درجة حرارة يعني أعلى من الوسط بشوية، فما تكونش عالية قوي علشان يورق والطبقات تستوي من جوه، وبرده ما تكونش النار هادية قوي علشان ما ينشفش. أنا خليت الحرارة بتاعتي على 190 ممكن 200، فكل واحد على حسب الفرن بتاعه إن كان حامي أو بارد. وأول بقى ما لقيته خد لون كده ذهبي خفيف من تحت، قمت مولعه له الشواية علشان ياخد لون ذهبي خفيف من الوش بتاعه. هو بياخد تسوية في الفرن يعني حوالي ربع ساعة مثلا أو تلت ساعة مش أكتر، فما تغيبوش في الفرن علشان بس ما ينشفش مننا. واول بقى ما تخرجيه من الفرن اديله كده بخة ميه علشان الوش يطرى بتاعه، وكمان غطيه بكيس بلاستيك وفوطه، وسيبيه بقى يهدى كده 10 دقايق. عاوزينه بقى مقرمش يبقى عادي ما تغطوش ولا حاجه. شايفين ما شاء الله الفطير عامل ازاي؟ يعني منفوخ وقابب كله ومورق جدا، ولونه كمان مظبوط ورهيب. يعني ما شاء الله دهبي كده من تحت وفوق وفي منتهى الروعه. اوعوا بس تغمقوا لونه، خلوه دهبي كده خفيف حلو كده علشان بس لو غمقت لونه هينشف منكم. شايفين كمان قد ايه الطبقات، هو مورق كده وطبقات ورقه من ورقه، وطري جدا من جوه وفي قرمشه حلوه قوي من بره. وعاوزه اقول لكم كمان ان طعم الحشوه والله وريحتها كده وطعمها رهيبه. طعمه فطير مشلتت فلاحي مش مجرد جلاش عاملينه، وده من الخلطه الجميله اللي احنا عاملينها. عاوزاكم كلكم تجربوه بنفس الطريقه، وكل التكات اللي قلتها لك تاخدي بالك منها، يعني خصوصا كمان في التسويه. هتعملي بعدها احلى فطير سهل وسريع ومش متعب ولا مكلف ابدا. وكده نكون فرحنا اللي في البيت وعملنا لهم احلى فطير مشلتت، من غير بقى ما نعجن ولا نفرد ولا احتمال واحد انه يبوظ مننا. جربوه ان شاء الله، انا واثقه انه هيعجبكم جدا. وبألف هنا حبايب قلبي. وكده خلاص وصفة النهارده خلصت، يا رب يكون الفيديو عجبك. ما تنسيش تعملي لايك للفيديو وتشتركي في القناة لو بتشوفيها لأول مرة أو لسه ما اشتركتش في القناة. إن شاء الله هتستفيدي معانا كتير جدا. أشوفكم بقى على خير في فيديو جديد ووصفة جديدة. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.